والثبات والنصر لبواسل الجيش العربي السوري المرابطين على الثغور حماة الديار وقوى الأمن الداخلي. الزميلات والزملاء الأعزاء، الحكومة العتيدة ليس الكلام هو المراد، وإنما الأفعال. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فما أكثر المتكلمين وما أقل العاملين المخلصين في زمن الرويبضة، زمن سلمان وأردوغان وتميم، زمان يخون فيه الأمين ويسيد الأجير ويقتل فيه الإنسان باسم الله والله منهم بريء. في خضم هذه الأحداث المروعة التي تجعل الحليم فينا حيران، ألا ينبغي علينا أن نرتقي لمستوى الأحداث التي أرقتنا وقضت مضاجعنا؟ فثمة سؤال: حكومة أزمة؟ هل الحكومة حكومة حرب؟ هل أداؤها يوازي حجم دماء الشهداء الذين قضوا؟ هل أداؤها يوازي حجم المعاناة والآلام التي يعانيها المواطن السوري؟ بالطبع لا وألف لا. فهل أنتم راضون عن أنفسكم أيها السادة؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأولى الناس بالرحمة الأهل الأقربون، أبناء الوطن الذي إليه تنتمون. فثمة جائع وثمة محتاج وثمة مظلوم وثمة مقهور وثمة مريض وثمة نازح مشرد، يتساءلون أين الدولة، أين المسؤول؟ لن أسأل الإعلام عن كذبه، ولا القضاء عن فساده، ولا الاقتصاد عن فشله، ولا المال عن فقدانه، ولن أسأل بعض الوزراء الذين لا يجرؤون أن يردوا على هواتفهم. لن أدخل في التفصيل أيها السادة، فالشيطان يكمن في التفصيل. فنحن بحاجة لرص الصفوف في مواجهة الشيطان الأكبر ودواعشه والنصرة وخوان المسلمين. نبغي النجاة ولا نسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. واسمحوا لي أيها الزميلات والزملاء الأكارم أن أعرج للسياسة، فنحن نواجه تتار الزمان وزنادقته ببواسل جيشنا العظيم وقائده الهصور القائد بشار الأسد. إلا أن المواطن يسأل: أين منا الصديق الحليف؟ حيث وقفت سوزان رايس سفيرة الشيطان الأكبر لتوجه رسالة إلى قائد هذه الأمة الدكتور بشار حافظ الأسد، مفادها: إذا ما أردت العودة إلى ما قبل آذار 2011 عليك التخلي عن إيران وحزب الله. إذن نحن نخوض حربا بالوكالة لوقوفنا في خط المقاومة والممانعة ومناهضة مشروع الصهيونية العالمية. قدمنا فيها الغالي والنفيس، الدم والمال والتاريخ. أين الصديق الحليف من اتفاقية الدفاع المشترك؟ إن لم تطبق اليوم فمتى؟ طيلة عقود ثلاث والشعب السوري العظيم والدولة السورية تقدم للأصدقاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مالها ودمها وعتادها. فمتى يكون رد الدين؟ وهل نكتفي بالدعم اللوجستي والخبراء والمال؟ لا يا دولة الرئيس، إني وبصفتي خادم للشعب السوري ونائب في مجلس الشعب أطالب بتنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك
وأسأل زملائي الأكارم تأييدي في هذا الطلب بتوجيه رسالة عبر مقام الرئاسة إلى مجلس الشورى الإيراني للمطالبة في تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك، ولا سيما أن أعداؤنا ومنذ اللحظات الأولى اتهمونا بأن الأصدقاء والحلفاء هم من يقاتلون على الأرض السورية، متجاهلين موقف